بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صفوة الخلق وحبيب الحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الأندلس الصغيرة طنجة في 21 من شهر غشت لسنة 2026 الميلاد. عنوان محاضرتي لهذا اليوم: حديث عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية لا يعني معاوية. الفئة لغة ولسانا فئتان، والجماعة جماعتان، والفرقة فرقتان، والطائفة طائفتان. جيش علي في صفين ضم 3 فئات، فأقول وتوفيق ربي أسأله. قبل الدخول في المحاضرة دعونا ننظر إلى ما يجري في غزة. ما يجري للأطفال في غزة يدين كل الحكام العرب والعجم، لأنهم يسكتون عن جرائم الإبادة الجماعية، الشيء الذي يعني مشاركتهم فيها. ويدين أيضا كل قادر على فعل أو قول. ما شهدت البشرية قط مثل جرائم إسرائيل في حق العزل، الجوعى، المحاصرين، أطفالا ونساء في غزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أدخل في المحاضرة. حديث عمار تقتله الفئة الباغية حديث دارت حوله ألسن بالطعن وأخرى بالثناء، وكلها أفهام يتأرجح دعمها من اللغة واللسان والقرآن والحديث. لا أنتقص من عالم أو مفكر، ولكن أدلي بدلوي بفهم لم أعثر عليه في التاريخ، ولا هو مستساغ لكثرة الأدران التي علقت بالحديث الشريف، ولقصر نظر من نظروا فيه بميل لهذا أو ذاك. صحيح أن الانحياز يجب أن يكون، نعم يجب أن ننحاز، ولكن لله ولرسوله ولما أرشدا إليه. وهذه هي قاعدتي لمناقشة حديث عمار تقتله الفئة الباغية. وقبل الدخول في المحاضرة وقبل مناقشتكم، أنصح كل من ينصت إلى هذا الفيديو أن يحمل من جوجل كتاب رؤوس الفتنة على عثمان، أو كبار رؤوس الفتنة على عثمان، للدكتور خالد كبير علال، فهو المصباح المنير للفهم السليم، نظرا لما بذله صاحب الكتاب من جهد في البحث في مصادر تاريخية كثيرة. من مصادر ذكرت القصة، ولم يترك مصدرا واحدا منها تناول رواياتها رواية وفق علم الجرح والتعديل. لم تكن جهود الدكتور الموفق الذي نال درجة الدكتوراه ببحثه في الفتنة على عثمان فقط، بل كان كتاب الرجل ثلج ينزل على الجرح فيبرده ويهدئ من ألمه. الكلام عن عمار بالطرح المتداول طعنا في معاوية يتناقض مع القرآن، فوجب تصحيحه، وهو أيضا بالطرح المتداول بالثناء على معاوية، وإن لم يكن يتناقض مع القرآن إلا أنه ينقصه الفهم السليم. ولإزالة الأدران وكنس الشبهات وجب النظر في الحوادث كلها، بدءا من مقتل عثمان، ثم الاقتتال في الجمل في موقعة الجمل، ثم الاقتتال في صفين في موقعة صفين، مع وجود حديث في الواقعة انتشر بين الناس يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على فئة بالبغية، وهي الفئة التي لا يكون فيها عمار بن ياسر، وهي فئة علي. هذا هو المشهد المصور بكلمات تاريخية ينتقد ما وقع في حرب صفين بين جيش علي وجيش معاوية.
نناقش واقعة صفين من خلال ما صح من روايات، ومن خلال سياق الأحداث التي انتهت إلى حربها أو إلى حرب صفين. معلوم أن مقتل الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه قد كان على يد منافقين بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي الكريم لعثمان بن عفان: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. رواه أحمد. والقميص هنا يكني به النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلافة، وقد وضح أن المنافقين كانوا يرغبون في عزله عن الخلافة، وقد طالبوه بالعزل. وإذن فالحديث يشير إلى نفاق من قتل عثمان رضي الله عنه، والقتلة هم على اختلاف في الروايات من قدموا إلى المدينة المنورة من مصر، وجميعهم بعد مقتل الخليفة الراشد رضي الله عنه كانوا في جيش علي. والقتلة هم كنان بن بشر التجيبي، وهو من باشر طعن عثمان وضربه، وسودان بن حمران السكوني، وهو من طعنه أيضا، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وهو من وثب على عثمان وشارك في القتل. هؤلاء هم رؤوس الفتنة. المحرضون هم الأشتر النخعي، ومحمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن أبي حذيفة اليمان، وعمير بن ضابئ، وعبد الله بن سبأ اليهودي المعروف بابن السوداء، وزيد بن صوحان، وصعصع بن صوان، وحكيم بن جبلة العبدي، وكميل بن زياد، وكعب بن ذي الحبكة، وجندب بن زهير، وشبث بن ربعي، وقتيلة بن فلان أو فلان السكوني، وعروة بن الجعدي، وخالد بن ملجم، والغافق بن حرب، وعروة بن البياع المصري، وعبد الله بن بديل، وعبد الرحمن بن بديل، ومالك بن الحارث. هؤلاء كانوا قادة متزعمون. كانوا قادة يتزعمون الرهط الذي قدم لمقتل عثمان، وقد بلغوا مع مؤيديهم 2500 مقاتل. وبعد مقتل عثمان، بعد مقتل ذي النورين الخليفة الراشد، ظهر المطالبون بدمه، فانقسم المجتمع الإسلامي إلى مطالب بدمه من الخليفة الجديد علي بن أبي طالب، ومطالب بالتهدئة والتأجيل ريثما يستتب الأمر للخليفة الجديد، ثم يقتص من القتلة. والقتلة في صف علي. كان القتلة في صف علي، ثم تحرك الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعائشة، فكانت وقعة الجمل. ثم بعد وقعة الجمل كانت وقعة صفين، وفيها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. لا نفصل في واقعة الجمل، بل نقف هنا اختصارا للوقت وجمعا للأهم من القصة، حتى نخلص إلى فهم سليم يطمئن له القلب، وتكون عليه أدلة لغوية ولسانية وشرعية. نأخذ كلمة فئة. نأخذ الفئة أولا لغة ولسانا. فالفئة لغة تعني الطائفة، تعني الجماعة والفرقة. وفي القرآن شواهد، قال تعالى في سورة البقرة: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء،
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالآية الكريمة لسانيا جاءت بوصف للقتال، جاءت تصف القتال في سبيل الله للفئة الأولى، وجاءت بوصف للكفر تصف الكفر للفئة الأخرى، فكانت الفئة هنا هي الجماعة، هي الطائفة، هي الفرقة، وكلاهما يحمل صفة معينة، فكانت الصفة هي أهم شيء يميز الفئة، وهي هنا صفة القتال في سبيل الله للمؤمنين، وصفة الكفر في الفئة الأخرى للكافرين. فكلمة فئة اسم، كلمة فئة اسم، والاسم يحمل صفة، وهنا ظهرت صفة الفئتين. وجذر كلمة فئة فأوى وفيأ، ومنها الفيء والانحياز، فكان الجمع في صفة الفئة الاشتراك، كان الجمع هو الاشتراك في شيء ما، والانحياز من الفئة لبعضها البعض. نعم، ففي في 6 آيات من القرآن الكريم وردت كلمة فئة، وكلها في معنى واحد إلا واحدة، هي قوله تعالى في الأنفال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية الكريمة أظهرت الفئة 3. نعم، أظهرت آيتنا الكريمة الفئة 3: فئة المقاتلين، وفئة ينحاز الفار من المعركة طلبا للعون. نعم، فئة ينحاز إليها الذي يفر من المعركة طلبا للعون أو يفر من أجل أن يكر، وفئة هي الكفار. فكانت الفئة هنا 3، فالفئة هي التي يتم الانحياز إليها، وفي الحديث الشريف: أنا فئتكم، قالها عليه الصلاة والسلام لمن قدم إليه وقد فروا من الزحف، فقال لهم: من القوم؟ فقلنا: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا الحديث جعل الناس 3 فئات: فئة ثبتت في المعركة، وفئة فرت من المعركة، وفئة هي الكفار. فتكون الفئة في اللغة هي الجماعة والفرقة والطائفة، تكون الفرقة فرقة واحدة أو بها فرقتين، والفئة بها فئتين، والطائفة بها طائفتين، والجماعة بها جماعتين، حتى إن جذر الكلمة من فأوى أو فيأ يعني الانحياز كما ذكر. وأهم ما يميز الجماعة والطائفة، أهم ما يميز الجماعة والطائفة والفرقة والفئة في الاتحاد هو الصفة المشتركة، هو تلك الصفة المشتركة، وفي الفرقة هو الصفة المشتركة، وكذلك في الجماعة والطائفة. فالفئة التي تحيزت للقتال كسبت صفة مناقضة للفئة التي ثبتت وبقيت في المعركة. فالإشارة واضحة في الكلمة أنها تعني الفئة المتميزة والفعل المتميز. قد علمنا أن الفئة التي قتلت عمار بن ياسر قد كانت في صف علي رضي الله عنهما، وهذه الفئة تميزت بإنكارها على عثمان ثم قتلها لعثمان، بينما فئة علي لم تنكر على عثمان ولم تحرض عليه ولم تقتله، فكان الإنكار والثورة على عثمان ثم قتله صفات مشتركة بين القتلة، فئة القتلة. نعم، ولا علاقة لها بعلي ولا بجنده. ويدل على هذا
يدل على هذا أن القتلة انضموا إلى علي بعدما فرغوا من قتل عثمان، فكانوا في صفه بعد أن لم يكونوا، ومعنى ذلك أنهم انخرطوا في جيش علي بعد جريمتهم النكراء، فكانوا فيه فئة متميزة، فئة قاتلة، فئة منسجمة مع بعضها ومناقضة لفئة علي. فكان من الصواب أن يقال عن جماعة علي وفرقة علي وطائفة علي وفئة علي على أنها جماعتان وطائفتان وفرقتان وفئتان، فيكون الحديث الشريف تقتل عمارا الفئة الباغية، يعني الثوار والقتلة لعثمان فقط، ولا يشمل من كانوا في جند علي بصرف النظر عن الاقتتال الذي شمل الجميع. فالاقتتال قد كان بخدعة خبيثة حين أعلن في جند علي البراءة من قتلة عثمان، وأعلن في جند معاوية البراءة من قتلة عثمان، فكان القتلة أذكياء عطاشون للدماء، فانقسموا إلى فئتين، فصارت فئة علي ثلاثا: فئة هي علي ومن يأتمر بأمره، وفئة بقيت مندسة في جنده تتربص بالمسلمين، وفئة ذهبت إلى جند معاوية واندست فيهم، وتم التوافق بينهم على موعد البدء بالقتال قبيل الفجر. فباشر من كانوا في صف معاوية قتل المسلمين من جند معاوية، وهم يصيحون: لقد نقض علي العهد، لقد نقض علي العهد، لقد نقض العهد علي. وباشر من كانوا في صف علي قتل المسلمين من جند علي، وهم يصيحون: لقد نقض معاوية العهد. وهكذا كانت فتنة سوداء لا نظير لها في التاريخ، فنهض المسلمون يقتتلون دون علم ودون معرفة، يقتلون بعضهم البعض بمكيدة المنافقين قتلة عثمان، فكانت النتيجة ما يزيد عن 70,000 قتيل من المسلمين والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خلاصة البحث في واقعة صفين من اللغة واللسان في مبحث الفئة، وفي الشرع بقوله تعالى في سورة الأنفال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. تزكي هذه الآية من تخلف عن الهجرة والجهاد ثم لحق بالمهاجرين والأنصار فجعلتهم منهم، الآية جعلتهم منهم. ومعاوية حضر حنينا، حضر غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر معه حصار الطائف، فتكون الآية منطبقة عليه وعلى كل الذين أسلموا في الفتح وبعد الفتح تماما. ومن التاريخ المحقق باعتماد علم الجرح والتعديل، فكان ما يتبنى من رؤى بخصوص الواقعة به أدران وأوساخ وجب إزالتها حتى يخلص النظر السوي والعادل في المرضين الصحابة، فلا ينتقص منهم ولا يطعن فيهم ولا يسيء إليهم، رضي الله عنهم جميعا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.